شنو انا ما عارف شلون كنت البصل بقت ب4 مليون. خليك البصل. انا ودي طالع نجاح بالنسبه لهذه الطلاب. بالنسبه وين هذا بالحين 85% ديل ما ناس ديل ما نجحوا. ديل نجحوا وديل ما نجحوا. هاي ليش يلا السبب اللي خلى ديل ينجحوا وديل ما ينجحوا شيء؟ اهمال. نقول اهمال هاي من هذه الطلبة. هسه عليك خليك تدارد عليه. انت عينتك ما بتجيب ايه نسبه؟ انا لانه الناس بتذاكر انت معديها حاجه ثانيه. مشاهده فيلم وعندك اذا كان بنتك كمان اختك والله السلام. والله جاي لي موضوع النسبه ده وموضوع الغلا دي يا اخي. شاطر راسنا عليك كذا. ما شاطر راس من كلنا شاطر راس. شاطر راس كل شيء راسك تسمع ما هدوا. جيب له كبريت عليك الله. داير اقول لك انا. اسمع انا دارد عليك يا اخي. كيف النسب وما كده راح كل الصديق ده نشوفه. بس الصديق ده نجح والله رسم. والله قالوا نجح يا عرفنا اليوم. احنا لنا 4 يوم مفتشين له. انا اقول لك حاجه. انا احس ان قالك العصاير البلح دي مدوره. راح كون عليه بس. راح عليه. امي رجعنا هلا. جيب عربيه بيقولوا جبنا بقيه حرام اي حاره. والله انا ذاته ما اعرف الحظ شنو. ده شكل البنت البلد دي والله العظيم. هذا والله العظيم يعني بس الكلام ده لازم الناس دي تعمل اي حاجه كده. الموضوع ده بس نحن لازم نتكلم بالحاجه دي ولازم نقول الحق، ولو ما قلنا الحق الحاجه دي هنا ما بتسوي. هذا ما مشكله والله تبير ده دفترنا يا صديق كيفك يا الف مبروك النسبة ان شاء الله ربنا يهنيك يا الله يسلمك يا اللهم امين يا مبروك يا الف مبروك عليك النسبة يا الله يسلمك. تفضل انت معانا والله. الله يسلمك والله. اصلا يما قالوا لنا صديق نجح وطلعنا في الطريق بالحيل ده برضه ما بتقصر والله صح. والله ما بتقصر. والله انت النسبه دي هنا جايبين 58 53 لا نخش مختبرات فنيه. هاي يا اخي قلت ليه ما راضي عن اي زول بمحصوله يعني. هاي اي زول بمحصوله صح. والحصل له شو؟ صدق قال لك كلامك يا صديق. يا تصدق انا وضيتها هسه انت النسبه دي ما جلطت طبعا. المهم يا اخي انا رايته راسي عقد الفقاد. المهم في نفس الحاصل قلت لي كلامك ده. قلت لي ليه ما رضي بها صح؟ والله انا ازعل منك يعني. مش ما رضي بها انا هي ما بتدخل مجال انا ما بيدخلك ما بيدخلك شريك ان شاء الله. مجاله شنو؟ تلاقي داري مفروض ان شاء الله ربنا يعينه بس. والله الحاجه الدار اقول لكم والاساسيه الدار انبهكم عليها انا مش نسبه ما دايره مش كده. ده كله يعتمد على المجالات. الحاجه اللي خلتني انا اتكلم وخلتني اقول كده دار اقول تنبيه مهم للعامه مش انا قاصد زول عشان ما تعقل الزول ده انه عنده حاجه. الحاجه الدار اقولها انه بعد الكلمات انا سمعتها من الناس ما ظريفه وما حلوه، بس انا ما داير اتكلم معهم. هم فلان وفلان وفلان. الناس بتقول ما في داعي نحن نقول لهم ونمشي لهم. الزول اللي عنده حاجه والدار يقول حاجه والدار يعمل لنا حاجه واللي عنده شك واللي عنده اي اعتراض يجي يواجهنا نحن يقول لنا انتوا كده ليه؟ انتوا ليه عملتوا كده؟ مش يقول للناس الغيرنا ويمشي للغيرنا ويعمل كده. بالمناسبه انا بفترض الحاجه دي انه هي بفترض انه الحاجه اللي حصلت دي كلها انا بفترض انه دي غيره. انت اذا كنت زول عندك مواجهه في الحقيقه والله مفروض تجي تواجهنا. ده بياكلنا هذا من قبل عجيب خلاص. مش تقول لغيرك صح. الكلام الدغري حقيقه صح. الدغري حقيقه ولكل مجتهد نصيب. كد وجد مش تجي انت تغلط في الناس وتعمل لهم ايش. اصلا دقيقه ما تعمل كده. انت ده زول ده هندي لو صيني لو خواجي يكون باكستاني شكله كده زاد يتفعل فعل عجيبه خلاص. جريت والله ده ملخا لك ضبالك حاسس في كلامك ده زي كله مجتهد النصيب. نحن نصيبنا من العصير ما جاب علينا. يا زول امشي عن طريقته. مبروك والله زود شبعنا عصير بس وبلح. انت داير ادعاني زولك ده منفعل ماله وينفعل زود هو شنو ما خليه ينفعل. انت عارف زود فعلان شو قصده ليك ولزمانك ما في زول يجيب حاجه بالغلط. الكلام ده للعامه يعني اقول لك كلام. اي اذا شفت ثاني كان بيتك مع الغلط ما لقيت فيه عصير والله عبري والله حاجه زي دي. كامل الناس النسب بس.